ساعات كتيرة المسلسلات بتبقى محتاجة جزء تاني، وساعات كتيرة ما بتبقاش محتاجة أصلًا. هل بقى مسلسل صوت وصورة كان محتاج جزء جديد اللي هو مسلسل رقم سري؟ تعالوا لكم كان يستاهل إنه يتشاف والّا لأ؟ النجاح الكبير أوي لمسلسل صوت وصورة اللي كان من بطولة حنان مطاوع، يرجع بعدها بسنة نعمل مسلسل جديد في نفس العالم، بس مش نفس الأبطال، أو ممكن نقول نفس الأبطال بس مش نفس البطلة نفسها. شِلنا شخصية حنان مطاوع وقدّمنا في العالم ده شخصية جديدة بتلعب دورها ياسمين رئيس، بيحصل لها مشكلة، هي واحدة نائب مدير في بنك، فجأة بيتم اختلاس $1,000,000، فبنحاول نعرف مين اللي عمل كده، وبيتهموها إن هي اللي عملت كده، فهتروح لمين غير لطفي عبود ووافي عشان يحلّوا لها المشكلة دي. لحد هنا قصة حلوة، لحد هنا عالم واحد موحّد، غالبًا ما فيهوش غير محامي واحد بس ماشي، في محامي واحد شاطر، فالناس كلّها بتروح له بقواضيهم. والحلو كمان إن في مدار الفرق بين المسلسلين جاب لك فعلًا إن حصل حاجات ما نعرفش عنها حاجة وبنكتشفها مع الوقت، لطفي ورضوى بعد ما كانوا بيحبوا بعض يحصل حاجات تبعدهم عن بعض، كل ده حلو إن إحنا متفهمين إن حصل حاجات ما بين وقت المسلسل ده وده، مع إن في بعض الحاجات اللي تجاهلناها. يعني مثلًا إحنا عارفين إن مسلسل زينهم بيدور في نفس العالم ده، لإن هم ظهروا فيه وافي ولطفي في آخر حلقة ضيوف شرف، وهناك اشتروا عربية اللي كانت بتاعة زينهم. نرجع دلوقتي، هي العربية فين؟ ليه مش بنبرر الموقف ده؟ فلو هتبني عالم واحد هتعمل فيه قصص كتير، هندخّل فيه مسلسلات مختلفة، على الأقل اكتب معلوماتك، اتأكد إن كل حاجة حصلت في المسلسل اللي قبله تكمّل معانا في الجديد. لحد هنا فكرة العالم دي كانت عاجباني جدًا، بس ده كان يعني زيادة منّي شوية، بس يعني لازم أقول. وزي ما كنت باقول بقى من شوية، إنه يروحوا نفس الناس دُولة لمحامي واحد اللي هو لطفي، تمام، بس إن يكون نفس المُقدِّم، نفس الضابط، ونفس المحامية التانية هي محامية الخصم، اللي عاملين كل الحوارات دي عشان في ما بينها هي ولطفي حرب. هو ما فيش في الدنيا دي غير الناس دي، هي أوضة وصالة. ده اللي كان بالنسبة لي غير مُبرر. وجود ماجدة علوان كفكرة أصلًا كانت بالنسبة لي غير مُبررة، لإن اللي حصل في آخر السيزون اللي فات إن هي خلاص هربت من البلد، ما اتكلمناش عن حاجة، كروتناها أوي، كلناها في النُص بس عشان إحنا عايزين نخلّيها هي دافع محرك للأحداث أكتر من أي حاجة. وده بيشيل الlogic اللي في القصة، اللي هو كان بيميّز أوي صوت وصورة. المرة دي بقى الجريمة مش واحدة ولا 2، إحنا دخلنا في 3 و4 ومواضيع كتير، وناس كتير بنحاول نشكّك فيهم أكتر بكتير من المرة اللي فاتت، ولكن برضه ما كنتش باقتنع أو إن الحد ده ممكن يكون عملها فعلًا، ما كنتش باتسحل السحلة دي، ما كنتش بابقى هاموت وأعرف مين اللي قتل ندى عشماوي. أنا بالنسبة لي جيت على الآخر مستني اللفة اللي هيلففوها لنا، عشان أنا عارف إنها هتحصل، عارف إنه هيجيبوها في حد أنا ما كنتش متوقعه. والوقت كتير أوي شكيت أصلًا إن الكاتب مش كاتب مين اللي عمل كده، لإن ده شوية حصل المرة اللي فاتت، لعبوا بينا كده، لففونا حوالين نفسنا، نزّلوا صور بتاعة كل حد وهو بيحاول يقتل عشان بس يخلّوا الناس تتلخبط، عشان في الآخر لمّا يدّيكِ مين اللي عمل كده تبقى التخفيلة كبيرة أوي. كانت تخفيلة ولغاية النهارده أنا مش مستوعبها أوي ومش مقتنع بيها أصلًا، فإن يعملوها المرة دي حسيت إن هُم رايحين في نفس السكة. بس بصراحة نهاية مسلسل رقم سري بالنسبة لي كانت واقعية أكتر بكتير، وفيها sense كده أو ليها معنى أكتر عن صوت وصورة. لو هنتكلم عن ممثليننا، ياسمين رئيس عاملة شخصية لقاء، أنا بالنسبة لي كانت عاجبني أوي إن أنا مش مقتنع إن هي بريئة، طول الوقت شاكك فيها، لحد آخر ثانية أنا كنت فعلًا شاكك فيها. وده كان على عكس مثلًا اللي كان حاصل مع رضوى، إن رضوى كنت حاسس إن هي طيبة بس مظلومة وممكن تكون عملتها، بس لا، هُم كانوا مطلعينها بريئة زيادة. لقاء المرة دي كانت بجد في أكتر من حاجة بتقولها وبتعملها بتشكّكك إن هي ممكن هي عملتها بطريقةٍ ما، وده عجبني أوي وأضاف أوي للقصة بتاعة لقاء نفسها. ثم عندك لطفي عبود، هو مثالي زي ما هو، ودي حاجة بالنسبة لي مش واقعية برضه، لإنه بعد اللي حصل ده كلّه هيتعلّم حاجة، هيتغيّر شوية، بس ما فيش، كما قال الكتاب. على عكس مثلًا وافي اللي شُفنا فيه شوية تغيُّرات بسبب إن هو شخصية بتمُر بحاجات كتير، فكانت شخصيته ما زالت بالنسبة لي في الموسمين ألَذ شخصية، ككتابة، كتمثيل، كقصة، كفكرة، كتنفيذ. بجد عمرو وهبة عامل واحد من ألَذ أدواره. ومن الإضافات اللي كانت عالية أوي السنة دي كان أحمد الرافعي، اللي هو بجد أصلًا ممثل شاطر جدًا، أدواره كلّها ما شُفتلوش دور ما عجبنيش، وبجد كان لازج وسخيف. ودي حاجة أضافت له أوي لإن هو شخصيته في المسلسل كانت لزجة وسخيفة، وهو عرف يعمل ده وما حدش كان طايقه وإحنا ما كناش طايقينه، وبجد أداء أكتر من رائع. وفي 2 وجوه جداد بالنسبة لي شُفتهم أدوارهم عجبتني أوي، محمد عبده اللي بيلعب دور مجدي، وشروق إبراهيم اللي بتلعب دور أميرة. الاتنين دول بالنسبة لي كانوا بجد من ألذ الأدوار. هو كان سخيف لزج ويعصّبك واستناه أتفرّج عشان هو استفز، وده نجاح.
وهي كانت بريئة، بريئة، بريئة لحد اللحظة المحورية، وبرضه ده نجاح. فالشخصيتين بصراحة كانوا من أكتر الاتنين اللي لفتوا نظري في المسلسل ده. كتابيًا كان عندي شوية مشاكل، عندي مشكلة إن إحنا بنقول الأسامي كاملة 3، 4 مرات في الجملة، ما حدش بيقعد يقول ندى عشماوي كل 5 مرات، ما خلاص عارفين إن إحنا بنتكلم عن ندى، ممكن نقول ندى عادي، ليه لازم نقول لطفي عبود؟ لازم نقول كل اسم كامل، جمل بجد مزقوقة، كان في وقت كتير أوي الجمل كانت محاضرات، بس ده موجود من السيزون الأولاني، ولكن كان مبرر شوية من شخصيات زي رضوى، لأنها كانت مثالية أوي، وكان لطفي، الشخصيات اللي هي كانت بتتكلم بإنها بتحاول تدّي نصائحها وأفكارها للي حواليها، لكن لمّا كانت تطلع من حد زي لقاء كنت باحس لأ، لا لايق عليها طريقة الكلام دي، ولا استخدام الجمل دي، ولا الألفاظ دي، ما كنتش بالع أوي الطريقة دي دلوقتي. ولو هنتكلم عن الضابط فقصته هو وبنته والّا أخته دي من المرّة اللي فاتت بقى مش عاجباني، لإنها كانت مزقوق منها دروس كتيرة أوي، مفيدة تنفيذها كويس المرّة دي برضه حصل شوية حاجات كده كانت بتحصل، وبرافو إن هم قدّموا القصة دي، بس كانت ممكن تتقدم بطريقة مختلفة عن كده، لإن في الآخر أنا مش مهتم أوي ببنت أخت والّا أخت الضابط، ما اتأثّرتش بيها، ما خُفتش عليها، ما قلقتش إن هي كويسة والّا لأ، واتزقِّت أو اتسربعت في وقت في موضوع تقيل أوي زي كده كان محتاج ياخد وقته أكتر من كده، أو يتقدّم بعمق أكتر من كده شوية، مش بس إن إحنا نقعد نreflect عليه ونتكلّم ونقول إزاي ده كان غلط. برضه تشتُّت الأفكار في الجرايم كان أكبر دليل بالنسبة لي إن إحنا مش محتاجين نعمل مسلسل 30 حلقة. صوت وصورة كان طويل، بس كنا بنحاول إن إحنا ندخّل مواضيع صغيّرة كده ممتعة أو مثيرة لأفكارنا، مش ندخّل مصايب وقواضي تانية. إحنا قضيتنا الأولى كان مين اللي سرق الفلوس، بعدها قتل ندى، ودي كانت محور القصة أكتر. في الآخر كنا مستنيين إن الاتنين يبقوا حاجة واحدة، بس طلع في النُص في حاجات كتير، وفي ممرضة خلّصوا عليها، وفي مش عارف إيه اللي حصل، قعدنا ندخّل في مشاكل ومصايب ولا كإننا في مافيا فعلًا، المفروض إن هو إحنا مش في غابة، ما كانش شوية مُبرر، مع إن كان ممكن أوي يكون هو اللي سرق الفلوس وخلّص عليها وننهي القصة على كده، ونقلل الحلقات، أو نعمل مشاكل وحوارات مش جرائم، حاجات ما بينهم وما بين بعض مش أكتر من كده، اتنين يحبوا بعض، يسيبوا بعض، يروحوا كذا، يعملوا كذا. بس عجبني إن إحنا ما عملناش اللي حصل المرّة اللي فاتت مع رضوى، المرّة دي مع لقاء، لطفي ما كانش عنده مشاعر ناحية لقاء، لإن في الآخر بس قالوها كده وقفّلوها الحمد لله على خير، عشان ما كانتش مبررة أوي برضه، اللي برضه كان مش مفهوم شوية أو كان مش مُستغَل الظهور المفاجئ لشخصية رضوى. أنا كان بالنسبة لي اتفاجئت جدًا، حسيت إن رضوى دي هي اللي هتجيب الموضوع كلّه، هي اللي هتلمّه، هي اللي هتعرف تخلّي لطفي يعرف يحل اللغز ده كلّه، بس في الآخر كان مجرد ضيف الشرف جاي عشان ده مسلسلها الأصلي، فبتمثّي بس كده، ما استغلّتش، وده بالنسبة لي زي ظهورهم في زينهم، ما استغلّاش، الحاجات دي كلّها لو إحنا بنينا العالم ده استعمله صح، دخّل الناس في أماكن صح، في وقت الصح، عشان تفيد القصة، مش بس عشان تصدم المتفرج. فأنا بالنسبة لي مسلسل صوت وصورة الجزء التاني اللي اسمه رقم سري، كان ممكن يطلع بشكل مختلف، كان ممكن يشدني أكتر من كده، كان ممكن يكون في من ريحة صوت وصورة أكتر من كده، مش بس إن إحنا جايبين نفس الناس. في حاجات كتيرة كانت حلوة، لإن إحنا اتحبينا أوي لطفي ووافي، وممكن أتفرج عليهم كتير. مش حابب أوي الحرب اللي ما بينه هو وماجدة ده، لإنه جُم في الآخر حلقة باين لك إن الحرب لسه مكملة، ممكن يبقى في جزء تالت، عايز يكون في أجزاء كتير، حابب الفكرة، بس نخرج برّه نفس اللفة اللي بنلفها، إن هو واخد الصف الكويس وهي واخدة الصف الشرير، وبندعك الناس في النُص عشان نثبت نفسنا، لإن لو شِلنا الحتّة دي ممكن نركّز أكتر على الشخصيات الجديدة، نركّز أكتر على القضية اللي حاصلة، نركّز أكتر على حل اللغز، وإن اللغز يكون ممتع كفاية ويشدّك كفاية إنك تتفرّج، مش الحاجات التانية الإضافية دي. فأنتم بقى لو متحمسين لجزء جديد من المسلسل اكتبوا لي في الcomments، واللي شاف مسلسل رقم سري قولوا لي برضه عجبكم والّا لأ، وأنهي واحد الجزء الأول والّا التاني عجبكم أكتر. ما تنسوش بقى قبل ما تقفلوا تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو ده، واستنوا بقى الحلقات الجاية عشان في كام فيلم كده نازلين في آخر السنة، وعايزين في الآخر نشوف إيه أكتر فيلم كان حلو السنة دي.